متابعينا الكرام، السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم عشاق الحدث. وسيكون الحديث في هذا الفيديو عن إقصاء المنتخب المغربي من بطولة الملوك، إبراهيم دياز، حكيم زياش، رضا بالحيان وكثير من التفاصيل الشيقة. فتابعوا الفيديو حتى النهاية. والبداية ستكون مع إقصاء المنتخب المغربي من دور النصف النهائي لبطولة الملوك. مع كامل الأسف لم يتمكن أصدقاء مبارك بوصفة من عبور هذا الدور بعد الخسارة التي تلقاها المنتخب بهدفين مقابل هدف ضد المنتخب الكولومبي. حقيقة هي جزئيات بسيطة أدت إلى توقف مغامرة هذا المنتخب في هذا الدور. وبالمقارنة مع المباراة الأولى فإن المنتخب المغربي أظهر تحسنا ملحوظا، ولكن في نهاية المطاف هذه هي كرة القدم، لابد أن ينتصر فريق واحد وفقط. صحيح هذه اللعبة جديدة وتحتاج لبعض الوقت لهضم بعض القوانين، لكن هناك بعض الأمور غير مفهومة بتاتا كإلغاء هدف مبارك بوصفة. إلى حدود هذه اللحظة لا أعرف سبب رفضه. وإذا لاحظتم معي حتى نادير اللواح والعمراني اللذان يعتبران لاعبان محترفان في هذه اللعبة احتجوا كثيرا على حكم المباراة. لست من الأشخاص الذين يتحدثون عن التحكيم، ولكن هذا الحكم تعامل بالمكيالين، بحيث في آخر لقطة أنظر السعيود ومبارك بوصفة، بينما في المقابل كانت هناك أخطاء مشابهة ولم يقم بتوجيه الإنذار لفريق الخصم، هذا دون الحديث عن إضاعته لكثير من الوقت. عموما نشكر أصدقاء لولا الظروف على مجهوداتهم في هذه البطولة، ونتمنى لهم حظا موفقا في المباراة القادمة، بحيث سينتظرون الخاسر من مباراة البرازيل والمكسيك لخوض مباراة تحديد صاحب المركز الثالث، والذي سيفوز ب 250 مليون سنتيم مغربية. ومن هنا ننتقل لإبراهيم دياز وما صنعه في مباراة مايوركا في دور النصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسبانية. هناك عديد من الإيجابيات وبعض السلبيات سنحاول مناقشتها سويا. بعد مباراة كأس ملك إسبانيا تحدثت كثير من المنابر الإعلامية عن أردا غولير، وقالت عنه بالحرف الواحد خطف الأضواء من الدول المغربي، لكن بقاء أردا غولير في بنك الاحتياط أثبت صحة توقعاتي السابقة، بحيث قلت بالحرف الواحد مباراة الكأس تبقى مجرد مباراة واحدة ولا يمكن لها أن تكون فاصلة. صحيح خسر فيها الدول المغربي بعض النقاط، لكن ليس إلى تلك الدرجة التي تجعله الخيار الثالث لكارلو أنشيلوتي. لكن مع ذلك مباراة مايوركا أكدت بأن إبراهيم دياز خيار ثانوي، بدليل لعب ل8 دقائق وفقط، وهذا يجسد المعطيات السابقة التي أثبتت أن المدرب الإيطالي لا يعتمد على إبراهيم دياز في المباريات المهمة والنهائية، على غرار نهائي تشامبيونز ليج الأوروبية وكذلك كأس السوبر الأوروبي إلى غير ذلك من البطولات. لكن الشيء الإيجابي في هذا اللقاء أن إبراهيم كان مؤثرا للغاية بلمستين وفقط، الأولى صنع منها الهدف العكسي، واللمسة الثانية غير بها اتجاه اللعب بتمريرة طولية ليساهم بالهدف الثالث الذي سجله الجناح البرازيلي رودريغو غوس بعد أسيست رائع من الظهير الإسباني لوكاس فاسكيز. وبتأثيره استطاع النجم المغربي الحصول على نقطة 7/10 من موقع سوفا سكور. أما موقع جول العالمي منحه نقطة 8 كأحد أفضل اللاعبين في اللقاء، ووصفوه بالكلام التالي: بدا حادا في دخوله وبتمريراته ساهم في الهدف الثاني. أما المعلق الإماراتي الرائع فارس عوض فقد لخص كل ما يعيشه إبراهيم دياز مع نادي ريال مدريد في الجملة التالية: دقائق قليلة وبصمة ثابتة. بمعنى أدق، إبراهيم دياز رغم خوضه لدقائق قليلة إلا أنه دائما ما يكون مؤثرا. عموما إبراهيم قدم نفسه بشكل جيد في هذا اللقاء، وقد يلعب دقائق أكثر في الكلاسيكو، وفي حالة تأكد إصابة بيلينغهام سيكون اللاعب الأساسي في الفريق. لكن في اعتقادي الشخصي الصورة أصبحت واضحة له الآن، لا مكان له مع نجوم ريال مدريد. إذا أراد صنع التاريخ فعليه أن يدرس جيدا وجهته المقبلة. طبعا نقول هذا من باب احترامنا للإمكانيات التي يتمتع بها. عندما تنظر إليه تقول هذا اللاعب هو مشروع كرة ذهبية، لكن كي أكون واقعيا معكم، إذا استمر بهذه المكانة في نادي ريال مدريد لن يحلم بمسيرة النجوم الكبار، لأنه من المستحيل أن تفوز بالكرة الذهبية الأفريقية وأنت مجرد لاعب احتياطي. في المباريات المهمة تلعب دقائق وفقط. ومنه ننتقل لرضا بالحيان. في الفيديو الذي نشرناه يوم أمس أكدنا لكم أنه هناك توافق بين نادي ميلان والمدرب البرتغالي كونسيساو على ضرورة جلب متوسط ميدان المنتخب المغربي، ومن خلاله قلت بالحرف الواحد: الصفقة قد تحسم في أسرع
وقت ممكن. وبعد نهاية الاجتماع الذي جمع مسؤولي نادي ميلان برضا بلحيان، خرجت صحيفة ميلان نيوز بالعنوان التالي: اسم بلحيان ساخن في الانتقالات. وفي تفاصيل الخبر أكدوا بأنه هناك خطوات مهمة مع الاسم الأكثر تداولا في الوقت الحالي وهو رضا بلحيان، وبالتالي الصفقة اقتربت من الحسم. لاحظوا معي، قالوا بالحرف الواحد المفاوضات تسير نحو الأمام، وبلحيان أصبح المطلب رقم 1 لإدارة نادي ميلان. ومن خلال هذا أفهم وأستنتج أن الاجتماع الذي قام به مونكادا المدير التقني لصفقة نادي ميلان مع رضا بلحيان أسفر على اتفاق بين الطرفين، وتبقى الآن موافقة إدارة نادي هيلاس فيرونا. وعندما يوافق اللاعب على الشروط الشخصية فالصفقة ستكون أكثر سهولة لنادي ميلان، وبالتالي يمكن أن نبارك لبلحيان. أولا بصفة شبه رسمية سينتقل للنادي الإيطالي، ثانيا استطاع تفادي إغراءات أولمبيك مارسيليا، وأكيد لا نعود لهذا الموضوع. ومنه ننتقل لجديد حكيم زياش، حيث تفاجأ عشاق الدول المغربي بخبر مفاده أنه اقترب من الانتقال للدوري السعودي عبر بوابة نادي الفتح. ولكن عند بحثنا في الموضوع وجدنا أن مصدر الخبر هو موقع كورة، وفي تفاصيل المقال أكدوا بأن النادي السعودي هو الذي يرغب في انتداب الدول المغربي وليس العكس. لكن حسب وجهة نظري الشخصية لن ينتقل للدوريات الخليجية لأنه يرغب بشدة للعودة للمنتخب المغربي، ويدرك جيدا أن الانتقال لهذه الدوريات يعني بصفة رسمية نهاية مشواره الدولي مع المنتخب المغربي. بينما نجد في المقابل الصحف التركية تتغنى بالخبر، فمثلا هنا صحيفة NTV سبور الغنية عن التعريف كتبت في عنوان لها: تطورات جديدة، حكيم زياش وجد فريقه الجديد. وعندما تصفحت الحيثيات وجدت أنهم نقلوا الخبر عن الصحافة المغربية. ماذا يفهم من هذا؟ يفهم أن الصحف التركية والتي في أغلبيتها لها ولاء خاص لنادي غلطاسراي ترغب في انتقال زياش للدوريات الخليجية، لأن النادي التركي سيستفيد ماليا من الصفقة، على عكس إذا انتقل لفريق أوروبي قد يضطرون لدفع فارق الراتب الذي سيتقاضاه مع النادي الجديد. وقد وضحت جيدا هذه المسألة في فيديوهات سابقة. ومنه ننتقل لعلاء بلعروش، الحارس الذي فاز مع المنتخب الأولمبي ببطولة إفريقيا لأقل من 23 سنة، والحارس الذي كان من المفترض أن يتواجد في المنتخب الأول مع ياسين بونو ومنير المحمدي. لكن مع كامل الأسف الأخبار القادمة من نادي ستراسبورغ أكدت أن النادي الفرنسي يتجه نحو الاستغناء عن حارسه علاء بلعروش، ويأتي هذا بعدما فشل في إثبات قدراته مع الفريق الأول، حيث غاب كثيرا بسبب الإصابة، ثم عاد لخوض المباريات مع فريق الرديف دون إقناع، ما أجبر النادي الفرنسي على التفكير في التخلي عنه، رغم أن العقد الذي يجمعهما ما زال ساريا إلى غاية يونيو 2027. وحسب ما أكده موقع وين وين القطري فإن النادي سيسهل عملية خروجه من الفريق. وتجدر الإشارة أن منابر إعلامية مغربية أكدت اهتمام نادي الوداد بالحارس علاء بلعروش، لكن حسب نفس الموقع فإن الحارس المغربي لم يتلقى أي عرض رسمي، وبالتالي هي خطوة للوراء لهذا الحارس الذي لم يستطع أن يستمر بنفس العطاء في المستوى العالي. ومنه هي نقطة سلبية للمنتخب المغربي الذي لم يجد البديل المناسب للحارسين التاريخيين ياسين بونو ومنير المحمدي. وإلى هنا وصلنا للختام. كلمة تحفيزية منكم في صندوق التعليقات تشجعنا على بذل مزيدا من المجهودات، وشكرا لكم على متابعة الفيديو حتى النهاية، وإلى فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.